أهلا وسهلا بيكم في بودكاست دقيقة وعي. معاكم عبد الرحمن. وأنا عايز أبدأ معاكم بنقطة صادقة. في أيام بتعدي علينا بنحس فيها إن كل حاجة تقيلة. بتحاول بتحاول كتير، لكن النجاح للأسف لسه واقف بعيد. التعب بيبقى جزء من يومك والعائد مش واضح. بس الغريب، محدش بيتكلم عن الفرق بين نوعين من التعب: تعب بيكسرك وتعب فعلا بيبنيك. تعالوا نبدأ بنوع التعب اللي ممكن يكسر أي واحد فينا. تخيل نفسك بتصحى كل يوم، تعمل حاجات مش بتحبها، تتعامل مع ناس دايما بيقللوا منك، تفضل تضغط على روحك علشان تراضي كل حواليك وتنسى نفسك تماما. تلاقي مجهودك بيضيع في أماكن غلط، علاقات سامة بتستهلكك، شغل ملوش هدف، مقارنة كل يوم بينك وبين ناس مش شبهك أصلا. جسمك بينهار ونفسيتك أضعف لقطة فيها. وفي الآخر بتسأل: ليه بتتعب على الفاضي؟ ده هو التعب اللي بيكسر. تعب مفهوش معنى، بيبعدك شوية شوية عن نفسك ويمشيك في دايرة كأنك بتلف حوالين نقطة سوداء، والطريق اللي جواه عمره ما هيوصل للنجاح اللي بتتخيله. بس لحظة، فيه نوع تاني من التعب، نوع يمكن بنفس القوة أو حتى أكتر، بس لما تحس معه معنى وتغيير حقيقي. تعب وأنت بتذاكر لحلمك، وأنت بتتعلم مهارة جديدة ومش فارق معاك إنك لسه بتغلط وتعيد. تعب وأنت بتحاول تفهم نفسك وتقول أنا هنجح المرة دي. تعب شغل بسيط بتبدأه صغير، بس كل يوم مع التعب بيكبر ويسعدك إنك بتتحرك خطوة. التعب ده بتقابله أوجاع، بس جواه طاقة من نوع غريب، طاقة بتدفعك لقدام حتى لو النتيجة لسه بعيدة. كأن في شحنة أمل بتقولك أنت بتقرب، حتى لو الواحدة صعبة أو الطريق طويل. صدقني ده التعب اللي عمره ما يضيع. يمكن يتأخر بس لازم هيلم لك نتيجة، أو حتى إحساس إنك بقيت أحسن من امبارح. نيجي للسؤال اللي كلنا بنقع فيه: إزاي أعرف أنا فعلا بتعب لسبب يستحق؟ إزاي أفرق بين تعب بيبنيني وتعب بيكسرني؟ خليها قاعدة. التعب اللي بيبنيك هو اللي يخليك تحترم نفسك حتى في أصعب لحظاتك، اللي يخليك تصحى تاني يوم عندك رغبة تبدأ من جديد. التعب اللي بيكسرك يخليك تكره نفسك وتصحى كل يوم وانت نفسك ما تبدأش أصلا. اسأل نفسك كل ليلة: بتتعب ليه؟ التعب ده على أمل ولا على فاضي؟ صدقني، لازم كلنا نتعب. مفيش اختصار لطعم النجاح أو لفرحة الوصول. بس الذكاء هنا يبقى: تعبك رايح فين؟ تطور نفسك؟ ترضي مين؟ لو كل يوم بتتعب عشان تحقق نفسك وتبني حلمك، فأنت على الطريق الصح، حتى لو الخطوات بطيئة. إنما لو كل يوم مجهودك بيروح عشان حاجة مش شبهك أو إرضاء ناس مش فارقين، لازم في لحظة توقف وتعيد حساباتك. خليني أحكي لك عن بنت أعرفها، كانت دايما تشوف صور الناس على السوشيال ميديا وتفتكر إنهم سبقوها بكتير. يوم ورا يوم تجري تلاحق ترند أو تعمل مجهود عشان تبقى شبههم. تعبت بسرعة من غير ما توصل. ولما أخدت نفسي بدأت تتعب عشان حلمها هي، ولأول مرة حست إن تعبها مليان أمل. الحقيقة إن إحساسك إنك متأخر سببه مش تأخيرك الحقيقي، لكن تركيزك في تعب غيرك أو في أماكن مش بتبنيك. أنت مش متأخر ولا فاشل، أنت بس محتاج تغير الاتجاه وتعيد النظر في معنى تعبك. النهارده اسأل نفسك في هدوء، من غير ضغط: التعب اللي أنا فيه بيعمل فيا إيه؟ لو اكتشفت إنك بتضيع في دايرة